إصدار أعلى شهادة ثلاثية بديل الشهادات 25% وال22.5% بالبنك الأهلي وبنك مصر بقرار من البنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه استفاد معايا في القناة فضلا وليس أمرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها عن البنوك وأسعار الفايدة، أخبارنا كلها جديدة، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحة وسابقة الأحداث. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل. ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهاردة. قرار هام من البنك بإصدار شهادات تنافس شهادات 25% السنوية وال22.5% الشهرية اللي تم إيقافها بالبنك الأهلي وبنك مصر حاليا، بعد أن تحصل البنك على أكثر من 500 مليار جنيه حصيلة الشهادات. وتصريح البنك الأهلي لجذب كثير من العملاء الجدد بسبب الشهادات الجديدة اللي تم إصدارها خلال فترة شهر يناير الماضي، وكان ذلك بقرار من البنك المركزي في آخر اجتماع له عام 2022. ولكن قبل اجتماع فبراير 2023 قرر البنك إغلاق الشهادات الجديدة وتثبيت سعر صرف عائد الإيداع والإقراض بالبنك المركزي، ورجوع البنك الأهلي وبنك مصر للشهادات الثلاثية المطروحة حاليا بالبنك. ولكن يبحث الجميع حاليا ومحركات البحث هي الأكثر في البحث عن أعلى عائد على الشهادات حاليا، سواء الشهادات الثلاثية أو السنوية. والنهاردة أنا جايبالكم أفضل شهادة موجودة حاليا بالبنوك، وهي إما سنوية أو 3 سنوات. أولا الشهادة السنوية الفايدة عليها بتكون 20% والصرف بيكون شهري وهي ثابتة طول فترة الشهادة. أما الشهادة 3 سنوات فهناك دوريات صرف متعددة. دورية الصرف السنوي 18.5%، أما الربع سنوي 18.25%، أما الشهري 18% شهريا. والبنك اللي بيصدر هذه الشهادة هو البنك الكويتي الوطني بمصر. وانتظروا معانا شهادات تانية كتير كلها جديدة هيتم عرضها على القناة، وعشان تكون أول الناس اللي هتشوفها ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار البنوك. انتظرونا، إلى اللقاء.